حد خد صوري، حد بيبتزني، حد صورني وانا في مكان عام، حد هددني بصوري، حد دخل على الواتساب، حد دخل على الفيسبوك. كل دي اسئله جات لي الفتره اللي فاتت بخصوص قضايا الابتزاز الالكتروني، والناس اللي بتدخل لناس تبتزها بصورها او تطلب منها سواء منفعه ماديه او منفعه جنسيه. طيب، احب اقول لحضراتكم ان اكتر الاسئله الشائعه في الموضوع: يا استاذ احنا ما بناخدش حقنا، ده انا بعمل المحضر وبيتحفظ وبيتساب وبيتعمل والكلام ده كله. احب اقول لحضرتك ان انت اولا ما ينفعش انت تعمل المحضر وتسيبه. المحضر لما يتعمل لازم المحضر يتابع يا جماعه، سواء كان في مديريه الامن في بحث الانترنت، او بعد كده بعد ما يطلع من مديريه الامن يروح القسم، او يروح النيابه، او قبل ما يروح المحكمه الاقتصاديه، او كان هيروح المحكمه المختصه اللي هيروحها. يا جماعه، المحاضر بتتحفظ طبيعي جدا، واجراء حفظ المحاضر ده اجراء طبيعي جدا. فبالتالي كل اللي مطلوب منك ان انت تتابع المحضر. ولازم اي حد بيتم ابتزازه او تهديده ما يخافش، لان انت لو خفت من اللي بيبتزك ده، هيبدا يبتزك تاني. وان كان بيطلب منك فلوس هيزود فلوس، اذا كان بيطلب منك منفعه ان انت تجيله مثلا، او عايز يعمل معاك حاجه خارجه او حاجه مش كويسه، هيفضل يصر لان هو هيحس ان انت خايف. ما تخافش او ما تخافيش، وقوي قلبك وروح اعمل المحضر. ما تخافش من اي حاجه وهتاخد حقك ان شاء الله. لو في حد عنده اي مشكله او استفسار في الجزئيه دي، اتفضل يكلمنا على الخاص، وان شاء الله باذن الله الى حل. فولو ولايك، واستنوني في معلومه قانونيه جديده.